السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع اليومين دول داير كده على السوشيال ميديا وخاص بالتجميل، عمليات التجميل اللي بيعملها معظم الستات أو اللي معهم فلوس كتير لأن هي غالية جدا. أنا بستغرب يعني هو احنا ليه بنغير في شكلنا وليه بنلعب في خلقة ربنا الهيئة اللي ربنا خلقنا عليها أجمل صورة. يعني ربنا خلقنا وصورنا بأجمل صورة. ليه بنقعد نبهدل نفسنا وفي الآخر نطلع نعيط على السوشيال ميديا؟ حد يعني زي المذيعة ريهام سعيد دي كانت زي القمر، كانت حلوة قوي وملامحها حلوة قوي وشكلها حلوة قوي. ليه تلعبي في وشك وليه تروحي تدفعي مبالغ رهيبة لدكتور يأذيكي ويأذي وشك ويلخبط لك كيانك ربنا خلقنا في أجمل صورة وفي النهاية والله الجمال جمال الروح وجمال الأخلاق وجمال الشكل ده زائل ولازم نكبر. هو أنا في 20 زي في 40 زي في 60 زي في 80؟ مستحيل. لازم نكبر ويبان علينا علامات الكبر ويبان علينا تجاعيد، والتجاعيد دي شرف، التجاعيد دي قصص، التجاعيد اللي في وشنا اللي بتظهر بعد عمر معين دي شرف وقصص وحكايات ومواقف عشناها وتفاصيل كتير من حياتنا. ليه عايزين نخفيها؟ ليه؟ ممكن تهتمي بنفسك بحاجات كتير، تستخدمي كريمات كويسة، تستخدمي مثلا حاجات يعني في متناول ايديكي كده، تعملي حاجات طبيعية من الزيوت الطبيعية، بتبقى حاجات جميلة. وفي النهاية عايزة أقولك يا ست الكل، يا أجمل ما خلق ربي على الأرض هو أنتي بكل تفاصيلك حلوة. انتي حلوة في 20 في 60 في 80 في 40، انتي جميلة في كل أعمارك، انتي جميلة. والأجمل من ده كله اللي جوه لو حلو وجميل وطيب بيظهر على الملامح يا جماعة. والله مش احنا ساعات بنقول أنا بشوف فلانة ارتحت لها نفسيا، الشخص ده أول ما شفته حسيت إن أنا أعرفه من سنين. ده سبب إن من جوه ننقي قلوبنا، وشنا هيبقى جميل. وبلاش نلعب في خلقة ربنا، وبلاش نعمل اللي احنا بنعمله وندفع مبالغ ونبذل مجهود. بتعملي ده كله عشان مين؟ عشان ترضي مين؟ عشان ترضي نفسك؟ انتي جميلة من جوه هتبقي جميلة من بره. الشكل طول عمره زائل، الوجه زائل، اللي بيبقى ايه؟ جمال الروح أهم بكتير من جمال الشكل. صح ولا ايه؟ السلام عليكم.